نبدأ. Ladies and gentlemen, welcome back. لا انا عايز باك بتاعت باك. كمان مرة باك. يا سلام. بقول لك ايه، اول حاجة تيشيرت روعة كاموفلاج مع اللحم يعني. بس وانا داخل عليكم بقيت حاسس ان انت عريان. اللي هو ايه ده جاي لي من غير تيشيرت النهارده ولا ايه؟ لا عيب عليك، احنا يعني بعرف اماتش التون سكين كولر ده بص يعني بالظبط، يعني لو كنت قاصد ما كنتش هيبقى عامل كده. والله حسيت الحاجه الوحيده اللي هتيجي على مقاسي فقمت رايح لابسها يعني. اوكي النهارده يا جماعه هنتكلم في مواضيع كتير. اوكي مفيش احداث حصلت الاسبوع ده، بس احنا يعني انا في كم خبر موجودين بقالهم يعني اسبوعين، فانا عايز اخد وجهه نظر مختلفه. النهارده انا محضر، ومحمود انا مش عارف انا محضر ايه، فانا الكويزهم بيفور قبل ايه رايك في بيفور قبل دي حلوه ها وجديده قبل كل سيجمنت اللي احنا بنتكلم على مين. اوكي سو اول حد هنتكلم عليه النهارده واحد او واحده. اوكي واحد او واحده ثروتهم تقريبا 14 مليون دولار بحد ادنى، عندهم 3 مليون فولور على الانستجرام. اوكي مشهور او مشهوره 14 مليون دولار ده حد ادنى. حد قال لك انها هيئه الضرايب؟ انا اعرف منين. يعني اغنياء قوي. اوكي هو حد ادنى يعني ممكن كمان 50 مليون. اوكي 3 مليون فولور. عايز ايه؟ عايز هنت كمان؟ يعني في ناس كتير عندها فوق 3 طيب مليون فولور. ودانه او ودانها مطرطقين. UFC فايتر؟ لا عرب. ودانه او ودانها مطرطقين. كزبره؟ كزبره ما حلتوش 15 مليون دولار. ده لو 15 مليون جنيه يبقى كويس. اوكي حد انا اعرفه يعني؟ اكيد بحبه وبكرهه. ممكن تكون you're more likely انك تكون بتكرهه او بتكرهها. اوكي او نيوترال. اوكي عادي اسال سؤالين. اسال سؤالين. مثلت في فيلم او مثل في فيلم؟ لا. اوكي فيعني حد بره بتاع ده. بس في حاجه ليها او ليه قريب نازله دلوقتي. قريب مش فيلم قريب نازله يعني مسلسل يعني. ما اعرفش مسلسل، ما اعرفش اسمه ايه، بس اول مره يتعمل، اول مره حد مصري يعمله. الغالب يس سير هادية غالب. يس مش دي بتاعت البوركيني؟ ايوه. اوكي طب انا كواحد مش مهتم يعني مش عايز شفت انت ازاي مشهوره الغالب؟ اصلا شفت اعلان الغالب والله غالب وحاجات زي كده. انا ما شفت الاعلان. اوكي دخلت على الكومنتس لقيت فيه كميه هيت، وبعدين انا بسمع اسمها بقالي فتره، واكتر يعني اكتر اسم بيتردد وتلاقي فيه اختلاف اراء. كنت عايز اعرف ليه الناس، في ناس كتير مش اغلبيه يعني احنا ما عملناش سيرفي ولا حاجه، بس ليه في ناس كتير بتكرهها. اوكي هل انت دو يو اجري اون ذس؟ في ناس كتير بتكرهها. الناس كتير بتكرهها. انا قريت بس ان حصل خناقه كده ان هي بتعمل بلوك الناس وان هو خامتها مش احسن حاجه وكده يعني ايه خامتها؟ خامتها انا افتكرت خامتها هي. لا اعمل ايه؟ اعمل زي خامتها هي يعني. ميدن تشاينا شو فلافي. ايديها فلافي. فدخلت ديب دايف اليومين اللي فاتوا اعرف يعني مين هادية غالب. فانا ما اعرفش يعني، ما اعرفش هي بدات ايه، هي بس بتطلع لي على الانستجرام بقالها فتره وانا ما ادري وش السالفه يا ريال. اوكي فدخلت كده عملت سيرش. الناس انا مش عارف هي الناس ليه بتكرهها. مبدئيا هي هادية غالب بدت من ايام ما كان انستجرام صور بس ان شاء الله. اوكي 2012 كانت بتصور اوتفيتات غريبه وتبوست والناس تعمل لها فولو، تبوست ناس تعمل لها فولو. فهي يمكن اول سوشيال ميديا انفلونسر في مصر ما شاء الله. بعدها بسنه قررت تفتح ايجنسي، لمت فيه بنات تانيين فاشن. اوكي وبقت بتعمل لهم عقود مع شركات. حلو. فبتكسب من الموضوع ده. من حوالي 2-3 عملت موضوع البوركيني. النقطه فين؟ ان هي بدايتها في الشركه دي كان ابوها اللي ساعدها. حلو. اوكي فهي كل ما تطلع على السوشيال ميديا في كده نقطه الناس ما بتحبهاش، اللي هو ايه، بتحاول تبين انه في قصه كفاح. ده اللي انا فهمته من تعليقات الناس على ريدت وتعليقات الناس انه على انستجرام، ان هي بتحاول تبين انه في قصه كفاح وهي ما كافحتش ولا حاجه. يعني ما جابتهاش من تحت. شوف ما هو تحت is very relative. يعني انت تحت بالنسبه لك ان انت النهارده مثلا
كلت سندوتش جبنه. ارتحت بالنسبه لحد تاني ان هو ما كلش خالص. ارتحت بالنسبه لحد تالت ان هو ما كلش خالص بقى له 3 ايام. فاهم قصدي؟ the point that I wanted to understand انه ليه في ناس واخدين هادية غالب that personal. انا الخناقه الوحيده اللي شفتها كانت عشان البوركيني وكده، وتلاقي خامتك مش فيرست حجابي موديل حاجه زي كده. كان حصل خناقه على التيك توك بسبب الحوار ده عشان ناس كتير فاضيه. بس يعني انا اي حد مشهور ما بحبوش. يعني انت ما بتحبش اي حد مشهور؟ طب انت واشتهرت مش هتحب نفسك؟ انا اوريدي بكره نفسي من غير ما اشتهر. قبل ما تشتهر انت السيلف هيت على طول، انت مولود بسيلف هيت. انا have another theory الموضوع انه ليه الناس ما بتحبهاش. انا بس قبل ما تكمل، الناس بتحب الكزبره رغم ان هو اتشهر تمام وناس بتحب ميسي عشان برضو بيبان ان هو ميسي منهم. يعني الارجنتينيين عارفين ان هم فقراء، فبالتالي ميسي لما مثلا طلع قال كاميرا واو كده انه يعني اتكلم لهجه اهل البلد، فاهم؟ لكن هادية غالب غالبا شايفه نفسها يا ولد يا ورد بلاي انت يعني. طب انت سؤال، انت لا قعدت معاها عشان تعرف هي شايفه نفسها ولا لا؟ اوكي. ولا اتعاملت معاها ولا اي حاجه؟ انا كراجل مش مهتم بالفاشن بتاع النسوان، بس في يا اخي في كميه هيت غير منطقيه. يعني مثلا قارن هادية غالب باسماء جلال. اسماء جلال بتنزل فيديوهات وبترقص وبتاع، اوكي ترقص ومش عارف ايه، ما فيش هيت. بس هي بترقص على اغاني فودافون. لا دخلت الانستجرام بتاع اسماء جلال. شكلك مش دي انت معشش على الانستجرام بتاعها. طب اهو هي دي بتطلع على الانستجرام ودي بتطلع على الانستجرام، دي مشهوره ودي مشهوره. ليه ما فيش هيت على اكونت اسماء جلال؟ انا عندي يعني سبب واحد، ان ما فيش يعني اتس نوت كومبيربل. بس اسماء جلال حلوه بس. طب ماشي بس انت عايز ايه؟ طب اسماء جلال حلوه فعلا. طب يعني انت لو سالت اصلا هذه غيرت نفسها تقول لك اسماء جلال احلى منها. اوكي بغض النظر، بس I don't get ليه كميه الهيت دي. هو غالبا حصل لها مواقف، يعني ما فيش حد كده صباح الخير. هي بتعرف تتلاعب بالسوشيال ميديا عشان تدخل ترند. اوكي عندها الجين ده، هي بتعرف تتلاعب بيه. اوكي يعني مثلا قبل ما ينزل اللي هو الغالب ده في حد كان بيسالها على الشط، قال يعني راندملي في الساحل بتصرفي كام في اليوم؟ فقالت له بالدرهم ولا بالجنيه. فلما قالت كده الناس استلموها. هي عارفه ان الرد ده مستفز، هيجيب احتقان هيجيب احتقان وتبول لا ارادي واسهال وكل الاعراض. اوكي طب فهي بتتلاعب. فانت يعني انت لما تروح تكتب هيت على الاكونت بتاعها ده معناه ان انت بتخدمها. اوكي يعني هو نو اكسبوجر از باد اكسبوجر. يعني ونيجاتيف نيوز از برضه جود نيوز من هذا المبدا. وهي عايزه كده خلاص، يعني دول فرحانين ان هم بيكرهوها وهي فرحانه ان هي مكروهه. فالسؤال ليا انا، انت مالك؟ لا مش مالك انت اصلا. انت طلعت قلت برضه في البودكاست ان انت ما تفوخش في النار وتتوقع وتستعجب ان هي لسعتك. فهذه غالب بتعمل كده، فدي ينطبق عليها نفس المثال. فهي وما يحقلهاش ان هي تصيح. ما يحقلهاش انها تصيح. يعني طالما انت سمحتي لنفسك ان انت توصلي للمرحله دي، في حل اسهل. مش عايزه هيت، اقفلي اكونتات اقعدي في بيتكم. الله يا حود على الحلول يعني خلاص حل جذري. اصلا حل جذري فعلا. مش تروحي تعملي غالب كده وتصوري نفسك وانتي بتعيطي وتقومي راميه التليفون وبتاع. التليفون ده انت عارف غالي والله العظيم. انت عارف ان هي كان بينها وبين ابوها بيف علشان ابوها ما ساعدهاش في المشروع بتاع البوركيني، مع العلم ان ابوها هو اللي ممول البيزنس الاولاني. يبقى جحتك يعني تخيل. وبعدين انا يعني انا لا ناقه ليا ولا جمل بس الداينامكس يا اخي very interesting. انه مثلا ابوها مالوش حتى لينكدين بروفايل اونلاين، مش موجود. شبه دول من الناس الاغنياء جدا لو انا مش محتاج لينكدين. عارف يعني ايه حد عمره مثلا فوق ال60 ولا مره عمل لينكدين بروفايل؟ ده اللي هو يعني هو اللي بيبص على البروفايل بتاعت الناس. حتى انا لقيت اخوها، لقيته عرفته من الودان والله. اسمع، كان عادي لمده كده 30 ثانيه يا ترى هو يقرب لها يعني لسيم لسنيم يقرب لها ولا لا. سيميرز عارف اللي هو ليوناردو دي كابري قد كده السيكريسي وقد كده انه هي بتحاول تكرافت PR مسج انه I made it from the bottom. انا عندي ليها روشتة يا اخي، اطلعي قولي انا فخوره بان ابويا ساعدني بس خلاص سهله. عارف زي ايمن ممدوح عباس
ايمن ممدوح عباس مصر ان هو جابها من تحت. يا حبيبي ما جبتهاش من تحت، والله ما جبتها من تحت. بس انت لسه قايل ان انت جبتها من تحت دي ريلاتيف، بس يعني امتى بتكون ريلاتيف وامتى بتكون ما هي لا، بس انت ممكن تكون جايبها من تحت. it does not make sense انه التحت بتاعك ده هو فوق ل 90% من الناس. فاهم قصدي؟ في ناس التحت بتاعهم هو التحت بتاع 30 40% من الناس، ده مور ريليتبل. بس وبديت من الشركه من تحت وكنت انتري ليفل واتدرجت. مين المدير اللي هيقل ادبه على ابن صاحب الشركه؟ غالبا ابو هادي غالي. بس ده الوحيد اللي هيعملها. it was very interesting. وبعدين مش عارف ليه انه لازم يكون في اتكلمنا فيها انت وانت بتسكرول حاجه غريبه جدا بتحصل، يعني لغايه دلوقتي ما شفتهاش، غير يمكن تكون موجوده في امريكا بس انا ما بشوفش اكونتاتهم. ما عندكش اوبشن انت شفت حاجه استفزتك تقوم عامل كده سكرول فورورد، لا انت لازم تخش وتشتم، مش بس تقول لم يعجبني. فاكر لم يعجبني، عدم اعجاب هو عامل ايه؟ thumbs down لا زي بتاعت الجلاديتر. لا انت لازم تخش وتشتم ومش عارف ايه. ليه يا اخي؟ خلاص مشيه. ده بيحصل لان انت انا مش سايكولوجيست خلاص يعني قول رايك. في فرق ما بين ان انت تقول رايك ان انت الموضوع ما عجبكش، في فرق الموضوع يستفزك لدرجه ان انت تخش تشتم. فهو الموضوع مش مستفز يعني. وانا هنا بتكلم على الشتايم اللي جات لنا. لا الشتايم اللي جات لنا بص من المتنقي خيار. which reminds me احنا لازم نشكر الناس اللي ما شتمتناش. اولا اسراء مكاوي اسراء بعت لنا دي ام ارجوكي عشان تاخدي التذاكر الفري. ابوس ايدك بعت لنا دي ام على الانستجرام عشان تاخدي الانستجرام فري. تاخدي الفري تيكتس تو ذا شو. واحمد الدكش انت محلل من مستوى الرفيع، يعني دخل حلل الموضوع من كل نواحيه وادانا نواحي احنا ما كناش شايفينها. فاحمد الدكش ريسبكت. وفي نرمين كمان، بس نرمين مكرم تقريبا. نرمين مكرم بتاعت مناخير، بتاعت مناخيرك انت. نرمين انا اسف ان انا اتكلمت على المناخير في الحلقه اللي فاتت. اوعدك ان انا الحلقات الجايه مش هتكلم على مناخير، هتكلم على مناخير محمود. اوكي كمل. لا بس يعني هي كان عاجبها البتاع، فنشكرها الصراحه. نشكر فيري كونستراكتيف فيدباك. مش كونستراكتيف، انا قلت لك في الحلقه ما تتكلمش عنها. يا عم خلاص انا كان لازم اسمعها من حد غريب. انت مالك؟ انت هتعمل زي الفانز بتوع هاديه غالب. الله هو هاديه غالب ليها فانز مان انت. طب سؤال، هي منين جابت الفلوس دي ومنين بتبيع كل المايوهات دي؟ انا عايز افهم. مثلا انا في الساحل السنه دي هو ما حدش بيشتري مايوهاتها وهي بتكذب وبتقول ان هي يا سلام يا راح جايبه جي كلاس وكل الصرف ده وهي كده شيل كومباني. طب ما ممكن يكون من ابوها فعلا، مش للدرجات يعني. فاهم قصدي؟ يعني ما حدش هيروح اللينك ده بس عشان يثبت للناس ان هو انا شغال وغني. والله انا شايف ان الموضوع ده كراجل برضو انا عمري ما هروح اضطر اشتري بوركيني ليا يعني. بس ممكن تجيب لمراتك لما تتجوز. اما نتجوز احنا يا رب اخويا يا رب. ممكن واحده تتفرجوا عليك دلوقتي. عايز تعرف اللي حصل في الديت اخر مره؟ هادي غالب كان ويت. غالب كان ويت. رحت طبعا اتفقنا ان احنا نروح حاجه اسمها بريزن ايلاند. ده يعني كنايه على ان علاقتكم بعد كده تبقى بريزن؟ لا مش للدرجه دي. ده اكتيفيتي كده بنروح نجرب حاجه زي اسكيب روم بس شبهها كده. رحنا لعبنا. ما حصلش ماتش للاسف، ما حصلش الكونتاكت السبارك دي، ما حصلش سبارك لان كانت بتروح الجيم قوي. وانت ديك شايف جسمي انا ما بروحش الجيم خالص. فهي قالت لي تدخين جدا. قالت لك كده؟ قلت لها كداب يلا. لا ما تجيش انت بتبهر القصه. انا ببهر القصه. ما تبهرش، اديهاني ستريت. دونت تراي تو بي فاني. قالت لي خلينا نبقى كابل ونروح الجيم سوا. انا عشان هي قد كداب ولا والله العظيم خلينا نروح الجيم سوا. لا مش نبقى كابل، قالت لنا نروح الجيم سوا. اوكي. قلتها لا يعني لان انا موضوع الجيم بالنسبه لي موضوع قافله معايا بالضب والمفتاح. انت ما بتحبش الجيم زي ما بتحبش هادي غالب. اوكي كمل. لا هادي غالب ممكن استحملها شويه. هادي غالب هتديني فلوس ليه؟ بأمارة ايه حضرتك؟ هتضيف لها ايه؟ هي هتضيف لي كتير. هي هتضيف لك كتير فتديك في المهم كمل. قالت لك تعال نروح الجيم سوا وانت قلت لها لا. اوكي. فبس يعني ده ما حصلش سبارك قوي. كان في حاجات ان كومن ما بينكم ولا لا خالص يعني غير ان احنا عايشين يعني صفر ان كومن. الحمد لله كانت عايشه يعني. طب بريزن ايلاند ده ايه الاكتيفيتي دي؟ اكتيفيتي ان انت مثلا تروح تحل بازل. تلاقي قدامك مثلا عدي الناحيه التانية من غير ما تلمس الارض. تتشعلق. حاجات اكتيفيتيز كده زي. طب احنا قلنا الحاجات دي بتتعمل في الديت الثالث ولا الديت الرابع؟ انت المفروض تروح تتعرف عليها. انت كده ما اتكلمتش، انت كده رحت مع واحد صاحبك. دخلنا اكتيفيتي على طول. طب ايه؟
ما احنا هتتعرف عليها ازاي؟ سكه اوكي في السكه اللي هو ايه عديت عليها. قعدتوا قد ايه في العربيه؟ تلت ساعه يا دوب مسافه السكه. عارف اللي هو الميم بتاع بعدين كلهم بيخبطوا على وشهم ده بالظبط الاحساس اللي انا حاسس بيه دلوقتي. يعني تلت ساعه انت كده عرفت البني ادم في تلت ساعه. يعني اسمك ايه وخلاص ما شاء الله ما شاء الله. يعني عارف اسمها اوريدي يعني. اوكي وبعدين اسمها اوريدي. قلت لها يعني زي المصريين لما بيدخلوا في الدي امز مش عارف ينفع اقول الرساله دي ولا لا، بس انت عارف المصريين لما بيخشوا عند البنات الاجانب كده يقول لها هاي اي لاف يو على طول يعني. انت قلت لها هاي اي لاف يو على طول اي لاف يو الاول بعدها هاي. ده وانت في العربيه رايح؟ قلت لها اي لاف يو. قلت لها اي لاف يو؟ لا مش الدرجه دي، انا بزيط الصراحه. انت بتزيط اوكي. لا يعني السكند ديت لطيف بس يعني wouldn't do it again يعني. wouldn't do it again. طب ايه اكتر حاجه ما عجبتكش فيها؟ دي مهمه. اكتر حاجه ما عجبتنيش فيها سيبك من موضوع الجيم، سيبني من موضوع الجيم، انه فاهم ان انا قلت لها مثلا انا بحب اتفرج على كذا وكذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ايه بتحب حاجات تانية خالص which is I respect it cool. بس بتحب برضو تتفرج على افلام؟ لا ما تحبش افلام. بتعمل ايه هي؟ بتروح الجيم وهي اصلا بيرسونال كوتش يعني ما كنتش عارف الحوار ده. بيرسونال كوتش يعني هي قالت لي قبل ما اعرفها، ما قالتليش كده بس احنا بنتعرف قالت لي بيرسونال كوتش وكده وبتاع، فهي شافتني زبون. الطريقه اللي انت بتحكي بيها اللي هو ايه كانها كانت عارفه، هي ما قالتليش ان هي على علاقه مع الجيم لما شفتها اكتشفت ان هي على علاقه مع الجيم، وانا زي الفريك بحب الشريك، يا انا في حياتك بس يا جيم اختاري واحد فينا. فلا كان وضع صعب يعني. فان شاء الله فانت اكتر حاجه كرهتها فيها ايه؟ ما انت لغايه دلوقتي ان هي ما كرهتهاش، هو يعني اكتر حاجه انت يعني شفتها فيها وقلت اوكي خلاص انا لما اشوف بنت تانية لو شفت فيها العاده دي انا مش لاعب. انه مفيش حاجه كومن، مفيش حاجه كومن. انتوا طول البريزن بريك ده ما عملتوش حاجه غير ان انتوا لعبنا في البريزن، لعبتوا في البريزن بريك. ما اتكلمتوش في حاجه تانية. لا مصيبه ان انت رايح بريزن بريك. اقول له ايه ده يعني؟ ايه غلطتي انا يعني؟ حاسس ان هو لو كان ممكن لو قعدتوا في مكان كان ممكن يطلع كلام اكتر فتلاقوا حاجات ان كومن. يعني حاسس التجربه غير مكتمله. اوكي التجربه غير مكتمله يعني احاول معاها تاني يعني حاسس انه على الاقل كمان ديت يا اخي تقعدوا تتكلموا يا اخي. راح بريزن بريك شو السالفه؟ مايكل سكوفيلد انت ولا مين؟ انت شفت المسلسل؟ مسلسل كان وقرع شبهه. انت شبه تي باج يلا. اوكي اللي ما عرفش تي باج لا مش داعي حد يعرف تي باج. اوكي ابوس ايدك مش داعي حد يعرف تي باج. اوكي فاجئني بالموضوع التاني. فاجئك بالموضوع التاني. موضوع هادي غالب واضح انه ما كلش معاك غير يعني دونت كير. لا مش اي دونت كير، دي حاجه لو شفتها مش هخش اشتم بس مش هخش اتفرج عليها برضه. انا بس كان يعني the only thing that was surprising to me ان بشوف بنات تانيين بيعملوا نفس اللي هي بتعمله وما بياخدوش نفس الهيت. بس انا كنت عايز اعرف انه ليه هي من تحت. اسماء جلال مش جايباها من تحت. اوكي بس هي بكره اسماء جلال تعمل على فكره ماركه بوركيني ولا يهمك. تعرف اسماء جلال عمرها كام سنه؟ كام؟ 25. صمت اللي هو I might have a chance. يلا بينا طيب اوكي الموضوع التاني. شفت انت قصص شيرين الفتره اللي فاتت صح؟ الاسبوعين اللي فاتت حوار روتانا وحوار حسام حبيب ورجعت تاني تظهر على ترجع على الساحه. فانا I have a theory. في سحر في التوكسيك ريليشن شيبس اللي بعديها بيخلي اي حد مر بالتوكسيك ريليشن شيب دي يعمل ابداعات وانجازات غير طبيعيه. توافق في هذا الستيتمنت ولا لا؟ يعني قصدك ان التوكسيك ريليشن يعني هي خرجت بقى من التوكسيك ريليشن شيب دي بتاعت حسام حبيب هتشوف ابداعات ما شفتهاش غنائيا في تاريخ شيرين ولا تاريخ الموسيقى المصريه. ده صحيح سحر التوكسيك ريليشن شيبس ده. يعني نشوف هي تايلور سويفت سيلينا جوميز وعمر كمال الاربعه اتخانقوا يعني. مش عمر كمال اسمه ايه ده؟ حسن شاكوش الاربعه اتخانقوا. 5 بقى 5 اتخانقوا وانا كمان اتخانقت. فانا عشان كده انت كده بقى هتبدع ان شاء الله. انا مستني لحظه الابداع بس. انت فرصه، كل اللي انا عايزه فرصه واحده بس والله العظيم اكسر. انا حاسس ان انت ناقص 2 3 كمان توكسيك ريليشن شيب. لا كفايه. انا واحده مش كفايه. انت محتاج 2 3. انا جسمي باظ. محتاج والله العظيم صدقني انت محتاج 2 3 كده عشان بص تنفجر طاقيا. لازم يعني مثلا
دايما الناجح ما اهله ما ينفعش يبقوا عاديين وسبورتيف، لا لازم يكونوا مازوخيين وبيعذبوه بيحطوا السيك المحمي في ودنه، ملاحظ كده، ويطفوا سيجاره تحت بطنه ويطفوا سيجاره تحت بطنه. يعني شوف موتيفيشنال سبيكرز كلهم الناجحين لازم يكون مر بالحاجات دي في حياته، جابها من تحت فانت لو مش جايبها من تحت باشا انزل تحت جيبها. يعني انت لو طلعت وسبتها تحت انزل جيبها من تحت واطلع تاني، صدقني والله حياتك هتكون. انا دايما كان عندي استغراب، يعني ما فيش موتيفيشنال سبيكر كان اهله عاديين، ليه كلهم يعني ليه كلهم اهلهم عاملين كده فيهم؟ وليه قرر يبقى موتيفيشنال سبيكر؟ ما هو ليه؟ قرار غريب جدا. انا النهارده صحيت الصبح بقى قررت احفز الناس بقى واقول لهم يلا بيجوا، والسيلز عارف انت لما تخبط في السيلز كده. لا انا بشوف الفيديوهات دي بص انت تخش على العميل، وطبعا بقى العميل هيقول لك وانت بقى تقول له لا ما يصحش، انت لازم عميل ايه باشا اهي عشان ده انا مخبيه اهي، عايز تشتريها اشتريها، مش عايز تشتريها اعمل لك تخفيض تشتريها انت. لا 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 لا، موضوع صعب، موضوع صعب بقى كتير، يعني اللي هو سيلز كوتشز، موتيفيشنال كوتشز، بس طبعا في ناس يعني اوكي بتعمل الموضوع ده، بس انا اللي انا مش فاهمه يعني ايه لايف كوتش؟ يعني ايه لايف كوتش؟ يعني ايه لايف مدرب حياه. على فكره ده مفيد جدا، غير موتيفيشن سبيكر، ده حاجه وده حاجه. ايه الفرق ما بينهم؟ شوف موتيفيشن سبيكر هو وظيفته ان هو عارف زي حسن شحاته، اوكي، هو يخش يحفز الناس وانتوا هتأدوا وانتوا هتعملوا وانتوا جدعان او انتوا اوساخ، يعني هو على حسب فيها ستايلز. يعني في واحد زي حسام حسن بيحفز من تحت، حسن شحاته بيحفز من فوق. فهمت قصدي؟ يعني ايه حسام حسن يخش بين الشوطين يزق البتاع بتاع يشوط الكولر بتاع الميه ويشوف واحد جاي من بعيد يقوم حاتفه بالجزمه في وشه، فكده بيحفزهم زي اليكس فيرجسون كان بيعمل كده. ده وجه الشبه الوحيد بتاع حسام حسن واليكس فيرجسون، هم بيحدفوا اللعيبه بالجزم. المهم انت شفت لعيبه المنتخب صحيح ما رضيوش يجوا بدري على المنتخب، وكل الانديه قالت لا فاكس احنا هنبعتهم على الاجنده الدوليه ما توجعش دماغنا. المهم هفضل اتفرع. اللايف كوتش لا بيقول لك تعالى كده يا اسطى اديني حياتك، انت عايز تعمل ايه في حياتك، تيك 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 تيك، اوكي انت هتوصل بدي كده ودي كده ودي كده، بس انت عندك مثلا ايه عقده من الصغر فبتحب تاكل كتير، تعالى نشوف دي هنعمل فيها ايه ونطلع لقدام. فرق يعني الثيرابيست الثيرابيست همه ان هو يعالج، يعني هو بيعالج الماضي، اللايف كوتش لقدام، الثيرابيست بيبص لورا. بس اللايف كوتش دلوقتي اي حد ماشي في الشارع ممكن يبقى لايف كوتش يعني. ما انت بقى برضه يعني خليك ذكي واختار صح. يعني مثلا واحد صاحبك كان دمه تقيل بقى دمه خفيف، ولا تشوف اللايف كوتش بتاعه خلاص قشطه. والله القبول من عند ربنا، انا شايف ان يا سلام القبول من عند ربنا. وانا عندي قبول ولا لا يا حوده؟ لا انت ايه، انت عسل السي ودانك مترطقه انت. الغلب غلب. انا مش فاهم، كرييتيف جدا الاسم ليه؟ لا لان هو ايه اللي كان ايه المثل، القالب غالب، فهي لا انه الغالب I win twice، الغالب غالب. I am not only a winner I am two time winner. فدي حاجه الناس هتتفرج عليها ليه؟ الرياليتي شو الناس اصل بتحب الفضايح، فهي شوف انت عارف الرياليتي شو بيكون زي هو مش حقيقي، هو حقيقي. بيكون سكريبتد بس هم بيصوروه كانه رياليتي، ان هو وخر عني انا ما ادري. زي دبي بلينك. مين برضو بيتفرج على دبي بلينك؟ بلد كلها تتفرج، ده العالم كله اتفرج على دبي بلينك. ليه في حاجه في الرياليتي بتخليك كانك حاسس ان انت عايش معاهم. انا مش يعني ايه عايش مع ناس عايزه تجيب بيت لهدومها؟ اي يا ورع قفشتني انت بقى تشوف الدبي بلينك ده. انا قفشتني صح. وش تسوي يا ورع انت في دبي بلينك؟ بس انا يعني بقول ان شاء الله بكره اشتري البيت ده عشان كده الناس تحب تشوف ولا الدبي بلينك، عشان to imagine herself in this position. بس اتوقع معمول له ماركتنج حلو قوي 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 قوي. هو مستفز. عارف انت تتفرج على مين في الملاكمه؟ ما اتفرجش على الملاكمه. ايه الرياضات انت بتحب تتفرج عليها؟ كوره مثلا. انت عارف مثلا هنقول الاهلي، انت عارف الاهلي انه في مثلا 20-30% من الناس اللي بتتفرج على الاهلي هي مش مشجعين الاهلي، مشجعين الزمالك عشان نفسهم الاهلي يخسر. ده بقى الاستراتيجي اللي هاديه غالب عاملاه. انت بتحبها انت بتكرهها انت هتتفرج، يا اما عشان انت نفسك تشوفها وهي بتتعذب، يا اما انت نفسك تشوفها وهي بتكسب. ماشي بس في فرق بقى هنا، في فرق. الاهلي فعلا ممكن يخسر وممكن انا كزملكاوي ابقى ساتيسفايد بالخساره. بس في الرياليتي شو هادي غالب مش هتخسر، لانه رياليتي شو وسكريبتد ومتصور
لا بس في مواقف محرجه. هير اكس شود اب اوت اوف نو وير. عارف جو البنات ده؟ لا انا جو البنات ده ماليش فيه، ما بياكلش معايا. انت كل الانترتينمنت بتاعك انترتينمنت بنات. خليك ساكت، تروح تلعب بادل. يلا انا فعلا بروح العب بادل. بس تلعب بادل ده رياضه البنات. عرفت منين؟ والله كل البنات هم بيروحوا يلعبوا بادل. كلهم في توكسيك ريليشن شيبس. عشان كده بيفرغوا الطاقه في البادل. انا كنت فاكر الاول ان توكسيك دي نوع شوكولاته يعني. توكسيك وباونتي توكس. فبس انا كنت في شويبس ريليشن شيب كده. انا والله انا محمود اتوقع لك مستقبل بديع، بس ناقصك 2 كمان ستات يطلعوا عينك وخلاص. انا اكتر من كده تعبت والله. 2 كمان والله، 2 كمان. ولو انت حتى بنت وحاسه انك مش وصلتي المكان اللي انت عايزاه في حياتك، محتاجه واحد بس، واحد كمان، بالذات لو انت بنت ناس. يعني كل ما انت تبقى ابن ناس كل ما تبقى محتاج مور توكسيسيتي في حياتك. فانت شايف ان التوكسيسيتي دي هي اللي هتطلعها؟ احنا ما اتكلمناش عن شيرين اصلا يعني. ما هو شيرين، ما هي شيرين هتعمل ايه؟ عملت البوتاجاز. عملت البوتاجاز. ما هي عملت البوتاجاز. كل الناس عارفه ان هي عملت البوتاجاز. فكره كرييتيف. بص ما كانتش تطلع منها من 5 سنين، صح ولا؟ انا شايف ان علاقتها مع حسام حبيب خلتها تحلق تطلع معانا في ذا فولد جايز. ممكن تطلع معانا في بص، حل ابداعي. كانت هتطلع بيه لو ما كانتش في علاقه مع حسام حبيب. لا هو كده بترج التوكسيك ريليشن شيبس بترج. هي محل اثارها افتكرت حسام حسن جدا. مش عارف ليه. مفيش وجه شبه. مفيش وجه شبه خالص، غير ان ممكن حسام حسن لو عمل شويه تاني يطلع شبه شيرين. ويمسك بقى يمسك محمد صلاح ويقول له انا جاي اقول لك ارجع علشان انا صبري رحيل. محمود مش هيعرف اي الريفرنسز دي. المفروض احنا جايبينه يعمل لنا جو، يضحك لنا زي اللي بيطلعوا زي اللي بيطلعوا مع عبد العاطي، بس ما ضحكش ضحكه واحده توحد ربنا. بص انا مش نفسي في شهرة عبد العاطي، انا نفسي في بس الاثنين اللي واقفين ورا الكاميرا بيضحكوا له. نفسي بس في البنتين. بص انا عايز اعمل بودكاست يتفرج عليه 5 منهم البنتين دول اللي بيطلعوا ورا عبد العاطي بيضحكوا. نفسي بس يا اخي والله انا مستعد ان انا افلس وابقى هوملس، انه بس اخد بنتين دول معايا في اي حته اقول يضحكوا. دلوقتي عندي خبر بيقول في 2 رواد فضاء محبوسين في الانترناشونال سبيس ستيشن، مش عارفين يرجعوا. محبوسين لا مش حد مكلبشهم، ما عملوش عليهم غرامه عشان مشغلين الVPN. اوكي. دول 2 رواد فضاء من ناسا طلعوا الانترناشونال سبيس ستيشن. كان في مشكله في المكوك بتاعهم وهم طالعين، فقرروا ان هم ما ياخدوش نفس المكوك وهم راجعين. المكوك من تصميم بوينج، ففي دلوقتي خناقه ما بين ناسا وما بين بوينج بتقول لناسا هنا ما احنا المكوك زي الفل، ما فيهوش حاجه، ومشيكين عفشه، مشيكين كاوتش، ومشيكين بطاريه وزي الفل، وطلع رحلات للقمر قبل كده وزي الفل. وناسا بتقول لهم لا انا ماليش فيه، انا مش هركب العيال معاكم تاني ان انتوا بتاخدوا غرز والكلام ده مش سيف. مين دخل بقى على الخط؟ مين؟ عمك ايلون ماسك. راشي في بص في اي مصلحه دخل. انا بص ناسا هانم، انا التمام بتاع الحكايه دي. قاعد يقول في نت هيبقى ببلاش للعالم وكده وبتاع. هو راشق في اي حاجه يا اسطى. دخل عليهم، دخل على ناسا قال لها بص يا هانم انا تمام، بس انا لا بستأذن حضرتك هنرجعهم كمان 8 شهور. كمان ايه 8 شهور؟ فناسا قالت له لا ما ينفعش ده انا العيال دي اخرها 8 ايام، انا ترجعهم لي باي طريقه. فدلوقتي طايح البوكس ما بين ايلون ماسك وبوينج وناسا. مثلث حب. السؤال هنا يا محمود، تعمل ايه لو انت كان المفروض تروح الشغل وترجع كمان 8 ساعات، قالوا لك انت مش هينفع تنزل من هنا كمان الا كمان 8 شهور؟ تخيل وانا رايح حد بكرهه، عارف انت، انا رايح الشغل يعني انا مش طايق الدنيا كده وبتاع، انا يعني قاعد اقول يا رب ان شاء الله بعد الساعه دي واخلص من الاتش ار الريزل، بعد الساعه دي واعمل بتاع ده. ايه ده حبيب قلبي، هقعد معاك 8 شهور. انا افتكرت الفيديو، فاكر الفيديو اللي شهر عصام عمر اللي هو كان رائد فضاء مصري بيكلم المحطه الارضيه؟ ما شفتش الفيديو ده؟ لا. بيكلم المحطه الارضيه بيقول له يا باشا طب انا اصلي ازاي؟ انا بص ببدا الركعه الاولى هنا، بخلص الناحيه الثانيه. باشا مفيش حمام في المكوك، انا بعمل بيه، بتغذى على اللي انا بعمله. شفتش الفيديو ده؟ ما شفتش الفيديو. خطير. ايه 8 شهور كتير يعني. 8 شهور عقبال ما ايلون ماسك حسام حسن ومحمد صلاح علقوا في محطة الانترناشونال سبيس يعني.
هيقول له انا صبري رحل خلاص. لا وغالبا ممكن نتوقع ان تبرع محمد صلاح بشهر ولو حسام حسن ولا حاجه. انا هلبس طاقية ليلى عبد اللطيف واتوقع ايلون ماسك هيطلع له فيديو سيكو سيكو قريب، عشان كده هو ابتدى يلعب في عداد عمره. هو كده متشاكل مع بوينج، متشاكل مع نائبة رئيس جمهورية أمريكا. ممنوع في البرازيل. ممنوع في البرازيل. شفت موضوع البرازيل ده صحيح؟ قال لك غرامة 50,000 ريال سعودي لمن يستخدم الVPN. يعني أنا لو رحت البرازيل هياكلوا على قفايا عيش. ده عشان هم منعوا إكس، وفي ناس بتستخدم VPN عشان تخش على إكس. تخش على إكس فعلا. هتتأكس. بس اللي فهمته ان هو رجع اكونتات ما كانش المفروض ترجع، فانا انا ببص على الخبر كده بكسل اقرا. بتشوفه من بره؟ بشوفه من بره يعني. لا هم قروا فتحه ايلون ماسك خلاص يعني. هم قروا فتحته دي النهايه. هو ايه الراجل ملياردير غني قوي ان هو يسمع كلام اي حد، وقال لك بص انا بقى ماليش دعوه، انا ما دام كل واحد بيلعب الفريق بتاعه انا هلعب الفريق بتاعي. راح استضاف عمك ترامب من كام اسبوع عنده، انت شفتها دي على الاكس. على تويتر. انا فجاه فتح لايف فتح لايف. اقول له هيخشوا جولات ولا هيعملوا ايه؟ كبسوا لا ترامب عمال يعمل كده. انا سمك شباب انا مش هاكل خالص غير لما تبعتوا لي اسد. انا شايف انه في فيديو قرب، وانا هحط كمان داون انه هيطلع له فيديو مش هيبقى مع مش هيبقى مع انثى. دي صعبه دي. انا بقول لك بص لازم ينهوه، يعني لازم فضيحه تنهيه، لازم تبقى حاجه الناهيه. لا بس بالعكس، ان هو لو طلعوا له فيديو عادي هيعرف يطلع منها. ما اعرفش يعني. انا في الحاجات دي ما بحبش ايلون ماسك اصلا يعني مثلا هيطلع في الاخر مسلم، يعني لازم يوصموه بحاجه. ماشي ماله مسلم؟ لا هو بالنسبه لهم طب ما هو بالنسبه لهم دي النهايه. لو طلع فيديو مع واحد ده كده هيحبوه اكتر. طب ايه الفضيحه اللي ممكن تنهي ايلون ماسك؟ ما اعرفش. لو طلع شمام عادي، ما هم كلهم شمامين. هو غالبا هو مش شمام. هو انا فاكره شمام يعني. هو مش شمام يعني. ايه الفضيحه اللي ممكن تنهي ايلون ماسك بجد؟ هي ايه الفضيحه اللي ممكن تنهي اي حد يعني؟ ايه الفضيحه اللي ممكن خلاص اللي هو خلاص يعني؟ لا على حسب مكانك في المجتمع. يعني مثلا رئيس دولة مثلا زي ترامب او زي بايدن، ان هو يطلع بيتجسس مثلا على حد، حاجة منافية للاخلاق. مثلا فيديو جنسي لترامب او بايدن يقعدهم في البيت وش ما يقدروش. ليه؟ انت مش شايف الصحة شحة والحلقة يطلع لهم فيديو زي انا بتخيل ترامب ما كانش الهوب بتاع اسمه بتاع عمر افندي. هو شلهوب ده شخصيه طلعناها في المسلسل عنده عجز جنسي دايما، اوكي، وبيدور على اي حل. فهو عمر افندي راح جاب له من المستقبل حبه فياجرا، فبقى عنتيل سنه عنتيل سنه 43 ما شاء الله ربنا يديه الصبر. فهو على الاغلب فضيحه ترامب ان هو فيديو جنسي وهو عنده عجز جنسي. ده يقضي على بايدن او ترامب. والاقي بايدن طالع كده هل رايت قوه بلبلي؟ فيديو البلابل اللي عدى 1.3 1.7. والله لو انتوا بتتفرجوا لحد دلوقتي يا جماعه فبرضه اجين فري تيكتس علينا المره الجايه. احنا هنعمل ايه في الشو الجاي يا حود؟ احنا الشو الجاي ان شاء الله هيبقى حاجه حلوه جدا. انت دخلت كده قمه المذيع دلوقتي فجاه. ان شاء الله في الشو اللي جاي هنتقمص دور عم سيد والرقاصه. انا هقوم بدور الرقاصه ونغني اغنيه لولاش وعاش عيشتي الدراوي كده. نقعد نغني. ان شاء الله هيبقى شو حلو مليء بالموت، مليء بالانجازات، مليء بالصفعات، ومليء بالصلع. ريل مليء بالصلع. شو مليء بالصلع. هسألك حاجة كمان، حاجة مش عارف هندخلها ولا لا. طب يلا الرزق على الله. يلا طيب كويز سريع كده. كويز سريع. خمن اسم الويب سايت التالي. الويب سايت هو الخامس أكثر مشاهدة في العالم. اوكي، بيدخلوا 3.8 مليار شخص في الشهر. اوكي بس بص بقى انت خبير في الحتة دي.
انا دخلت، بص انا دخلت في كذا حاجه، انا مش عارف انا ليه دخلت الرابت هولز دي الاسبوع اللي فات. انا كنت عايز اعرف السايت ده بدا ازاي. اوكي احنا اصفر واسود صح؟ اصفر واسود بس خلاص وبيرايم على كورن. بالظبط. اوكي يا جماعه، لو حد بيتفرج علينا اوعوا تخشوا في المعمعه دي، لانه لو دخلتوا مش هتطلعوا. فصحتكم النفسيه وصحتكم الجسمانيه لا تسمح بانكم تدمنوا هذا الادمان. انا بقول لكم من دلوقتي اوكي. انا عملت ريسيرش على البيزنس بتاعه من غير ما اخش عليهم هم. اوكي عايز تعرف هو بدا ازاي؟ بدأ من جراج برضو وكده. لا ده قصه، بص ده قصه كفاح بقى، دول بقى جايين من تحت. اوكي الفاوندرز 3، 2 عرب وواحد اجنبي. 2 عرب. خد بقى 2 عرب. كنت did you see it coming؟ لا انا قلت لك رافعين راسنا. رافعين راسنا لفوق. اوكي بص يا جماعه، محمود ما حضرش الحلقه دي، فانا محضر توبكس قلت ممكن تعجبه. دي اول توبك قام اتعدل في الكرسي. الفاوندرز هم فراس انطون. اوكي بتقول مش هنقول جنسيات. اوكي فراس انطون، واحد اسمه سام يوسف، واحد اسمه ماثيو كيزر. ماثيو كيزر ده الاجنبي اللي فيهم. اوكي تكنيك ماثيو كيزر ده هو اللي عمل كل شغله بروجرامينج. حلو. اوكي الاثنين التانيين تصوير وبتاع. اوكي في 2005 كان لسه طالع يوتيوب. حلو. فلما طلع يوتيوب كان قبله فيه ويب سايتات، بس الويب سايتات بتحط لينكس لويب سايتات تانية، وكان صور وحاجات على الضيق. وبعدين كانوا بيجيبوا الديفيديهات اللي هي كان في استوديوهات في هوليوود بتنتج الافلام دي. اوكي فهو كان يجيب الدي في دي يعمل له بيرن يرفعه على مش عارف فين، كان حوار. اوكي فلما طلع يوتيوب في 2005 اتضح لناس انه في فراس انطون وسام يوسف ده جات لهم فكره، بس مش عارفين ازاي يبلوروها. طب ما احنا ممكن نعمل زي يوتيوب ده بس للشمال، للضحك. للشمال للضحك. فضلت في دماغهم الفكره، وراحوا دوري فوزبول. بيسموه الفوزبول بالعربي؟ ما اعرفش ايه الفوزبول اللي هو الكوره اللي هي كره الطاوله دي. راحوا دوري الفوزبول. اوكي هم النرود يعني. يعني شو حياتك راحت دوري فوزبول. دوري ما يجي. اوكي قبلوا مين هناك؟ قبلوا مات كيزر. هم قاعدين في وقت فراغهم راحوا مبرمجين ويب سايت عشان يعمل ستريمينج لدوري الفوزبول. طبعا ما اتفرجش عليه غير 3، فراس انطون وسام يوسف ومات كيزر. فطب ايه هنعمل ايه احنا عايزين نعمل. وكان وقتها بقى ايه اللي هو موضوع سيليكون فالي وانتربرونور شيب ومش عارف ايه. قال لك بس احنا نعمل ستريمينج ويب سايت للحاجات الشمالي. وابتدوا يشتغلوا على الفكره، وفي نفس الوقت انشأوا شركه انتاج ملاصقه. انت لازم لما تعمل موقع تخدم عليه زي نتفليكس. بقوا بينتجوا المسلسل ويذيعوه. حلو. ينتجوا المسلسل ويذيعوه، ينتجوا المسلسل ويذيعوه. وصلوا لمرحله خلاص ابتدت بقى السكاكين تكتر عليهم في السوق. ده السوق كله حيتان بقى طلع. اوكي كترت عليهم السكاكين في السوق. الاستوديوهات القديمه اللي كانت بتصور ابتدت ترفع عليهم قضايا وبتاع. راحوا بايعين الشركه، باعوا الشركه. جه مستثمر سويسري خدها كبرها بقى وولعها. ربنا يبارك له يا رب. فراس انطون رجع اوكي واشتراها تاني منه. لا خد لفه في السوق اجيلك. خد لفه في السوق ورجع له. لما راح اشتراها منه كان فيها مشاكل مشاكل قضائيه كتير. الناس رفع قضايا عليهم انه بترفع فيديوهات عليها من غير علمنا ومش عارف ايه. فراس انطون راح واخدها منه بنص الثمن اللي هو خدها فيه. فهو كده كسب فيها مرتين. سام يوسف دلوقتي عمل ريبراند وبقى مستثمر. بس هو ده وكيزر ده كيزر ده خلاص عمل فلوس وقعد في البيت. والله ده بيفهم، والله لازم ده بيفهم. طبعا هو انا ما خدتش منك اي رياكشن، فلا هعتبر ان هي just interesting information. it's interesting information. بس يعني الموضوع ده لا يشغل بالي وانا داخل على الموقع. يعني انت احنا لسه بنقول ما تخشوش على الموقع تستقبل. صح ما هنشيل الحته دي. هنشيل الحته دي وما تدخلوش، عيب. دادي بدر بيشوفكم. انت قلت لي 5 اكتر موقع ده دخل يعني في العالم. تخيل يعني، شوف هو فوق ياهو. فوق ياهو. تحت ايه؟ ريدت. لا مش تحت، ده فوق ريدت كمان. فوق ريدت. اوكي. تحت انستجرام وفيسبوك ان شاء الله. تخيل تخيل قد ايه ناس بتدخل عليه.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لهم يا رب. اخي كميه الحسنات اللي الواحد ياخدها. اوكي ننهيها هنا.